زي ما نحن بنقول دائما لا إله إلا الله هي دعوة فردية، لكن الناس شافوا فيها حل مشاكلنا الجماعية كمستضعفين ومسترقين، وبعدين اتمسكوا بها مش من ناحية العبادة بس، من ناحية الكرامة اللي ردت لهم. استعادوا كرامتهم في أنفسهم وحاولوا يكافحوا ليفرضوا كرامتهم على الناس اللي كانوا بيهدروا الكرامة. فأنت عندك إذن فرصة لتوري مثلا الناس في العهد الحاضر زي ما ورى العهد الأولاني من الإسلام بلال وصهيب وأصحابه كيف أنه في شيء لو أمكن أن يكون ملزم به تجي الكرامة، ومن أجل قاتلوا، إلى جانب من أنه قاتلوا من أجل كلمة إعلاء، من أجل إعلاء كلمة الله، قاتلوا من أجل استرداد كرامتهم وحقوقهم ما دام عرفوها. فأنت هسه إذا كان كتبت تعلموا كيف تتعاملون في مستوى أن توري الناس حقهم شنو بيكون لهم، بتبتدي الحركة، وما ممكن تنتظر لما يكون عندك قوة الإلزام. معلق المسائل الناس واجه قضاياهم ووري المشاكل العملي اللي هو ده مستوى القانون اللي هو بيعتبر حد أدنى. بعدين دائما كلام التشريع بيتناول أصل الحد الأدنى، التشريع بيتناول الحد الأدنى أصلا، بعدين الناس اللي استاموا فوق له. الحد الأدنى إذا كان واجه مشاكل المجتمع السوداني وحلها حل ذكي اللي هم يسموه الثورة الفكرية، إذا كان واقع الناس وجهت بثورة فكرية بفكر ساير بيكون الحل عملي وفيه نوع من الإيحاء والإلهام والحركة للناس. لكن أنت برضو عايز السلطة اللي بتديك العمل ده اللي تعمله، مش السلطة الزمنية لكن السلطة الفكرية والعلمية. ونحن من وين نستمد مثلا نقول نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده في تشريعنا، لكن السلطة دي نستمدها من وين؟ لندعو لأن نعمل كده. وزي ما قلت التشريع راح يظل وصايا أخلاقية ما دام، لأنه أصله أي قانون ما ينفذ وأقرب للوصايا منه إلى القانون لغاية ما تدخل القاعدة التعميم والتنفيذ. فحتى في مستوى أنها قواعد أخلاقية بنجيب السلطة العلمية والفكرية من وين لنقول الرأي؟ نجيب من آية الأصول، نجيبها من الدستور. ما نحن دعاة الدستور الإسلامي اللي بيدعوا له الناس كلهم، وده يوم الدستور ما جاء قبل كده أصلا. الدستور الإسلامي ما جاء لأنه في آية الفروع ما في دستور. إذا كان على قاعدة الدستور يمكن نحن أن نشوف هل كل مشكلة من المشاكل المعاصرة في المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى السياسي يمكن أن يكون عندنا كلام نقوله نحن مستندين على أصول تدينا الحق في أن نتكلم. هي الدستور نقولوا كلمتين ثلاثة عن الدستور وبعدين واجهوا بالدستور المشاكل، هل بيحلها؟ نسمع في ده، أضع له الصورة بتاعه اللي في ذهنك، بعدين قابل أي مشكلة من مشاكل مجتمعنا الحاضر ما بنبتدي من الهواء. نحن طبعا دعوة في الإطار العام للرسالة الثانية، لكن هسه الرسالة الثانية مطبقة على المجتمع السوداني، هذا بيجي تفصيل. الرسالة الثانية مطبقة على المجتمع الإسلامي، ونحن كنا بنقول دائما أن الناس لابد أن ينظموا بيتهم أول، وبيت الفكر الجمهوري الإسلام السودان ما بارد كلام زي ده. هسه جه الموضوع بتاع التفصيل في تطبيق الدستور على مشاكل المجتمع السوداني الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أو نحن بنتكلم عن مثلا الزواج في الإسلام. الزواج في الإسلام لا يمكن أن يستمد أصوله إلا من الدستور، لأنه لما تبقى علاقة إنسان بإنسان لهم حقوق أساسية متساوية أصبح الوضع واضح، غير كده ما في فرصة له. أي فرصة ثانية للتقدم تستمد من الدستور في حقوقه الأساسية المتساوية. فده هنا التفصيل يجي، ما راح يكون كلامنا في مستوى تطوير شريعة الأحوال الشخصية ولا في مستوى الرسالة الثانية في التعميم. مسائل معينة
وتبتدي من تحت الخط اللي قلنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الناس اللي في الفحشاء والمنكر والبغي بتخرجهم كيفين في تعاملك معهم إلا إذا أديتهم حقوق الدستور يديهم إياها. وكل مشكلة تواجهها إذا بحلها بالصورة دي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وده المحك العملي هسه، المحك العملي لدعوتنا كلها جا هنا. وده اللي بنقول به أنه الفكرة وصلت لأرض الناس، أرض الناس في علاقة الزواج وفي الانحرافات الباقية، انحرافات الخمر وانحرافات مواخير الحداد كلها. ما انت ما بتعالجها بالعقوبات بس، بتعالجها بالتشاريع اللي بتكون كأنها مرض بتديها ده علاج دواء، زيادة على أنها جاهزة وانت عارف عايز شنو. هي ذاتها عندها حركة جلب للناس، ونحن بننشر في الفكرة والفكرة ماشية في النشر. لكن لما لمسنا أرض الناس في حاجة بسيطة زي ما قال الريح، في الحد اللي أخذناه من الشريعة ما خرج عن الشريعة، لكنه اتجه لأن يحل مشكلة الناس في مسألة الزواج في خطوة. وجدنا أنه في انفتاح الناس علينا، انفتاحنا على الناس زاد بسرعة شديدة. أنت لو دخلت في مشاكلنا الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وكلها على سند من الدين، فكر بتكون دي هي أنك أنت بتحدث حركة وجلب للناس اللي بيلتزموا لتيجي الوقت اللي بيلزموا. زي ما كنا بنقول أنه إذا كان عندنا 100 نفر، واحد بيبتدي يدعو، بيبقوا 2، بيبقوا 3، بيبقوا 4، ده كله في حدود الالتزام بس. لكن يوم 100 يبقوا 51 ملتزم، 49 بيلزموا. 51 التزم، 49 بيلزموا، لكن 49 ملتزم لسه على الإلزام ما يجي. الزيادة دي بتجي ترى بنشرك الفكر والدعوة العملية المقنعة. فنحن ما وصلنا فعلا لأن نطبق الرسالة الثانية على واقع الناس زي اليوم ده. من اليوم ده الكلام عن تعلموا كيف تتعاملون يجب أن يكون تطبيق الدستور الإسلامي على واقع السودانيين. ما أحسن الموضوع ده نسمع فيه شوية. واحد داعي بتبقى 2 كيف يعني اقتنع أن ده كلام صحيح، بعدين أنت بتقنعه كل ما تكون تطبيقك عملي مش نظري. يعني إحنا لو كان عندنا فرصة لنقنع بلا إله إلا الله واحد زم عدد من الناس، لأنهم بيشوفوا أنه فيها صدق وفيها توحيد وفيها كلام فيه وارد وفيها روح. لو كنا بلا إله إلا الله بنقنع كده، لا إله إلا الله من تواجه حل مشكلتي الاقتصادية والأخلاقية أنا بسمع عليها أكثر. فأنت ما ممكن تبقى 51 عشان ما تلزم الآخرين إلا بطريق أنك مرتفع من التزامك أنت براك لغاية ما يجي العدد اللي يعينك على أن تلزم الآخرين. ما في فرصة غير كده، ما ممكن السلطة الزمنية تجي غير كده. ودي زي ما قلنا مثلا لا إله إلا الله في مكة لما بقت ملزمة في المدينة بقت بالصورة زي دي، زحفت بأن زادت الناس المقتنعين بها. ما عندك فرصة غير كده، خصوصا في الوقت الحاضر فرصتك الإقناع بس. بعدين نحن الجمهوريين نفسنا ما مقتنعين بالقدر الكافي، نحن ذاتنا ما عندنا الثقافة العملية الكافية هسه لدعوتنا. نحن هسه رح نواجه أن نكون عمليين ويكون فكرنا معاش مش نظري في منطقة التزامنا نحن. يعني برضو النظرية عندنا كثيرة، ولذلك مجتمعنا الجمهوري ما هو مجتمع عملي، مجتمع نموذجي مثالي. العملية لسه لما تدخل في فكرنا بالصورة دي بتجي أكثر.